السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عنه الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو في منتهى الجمال، فيديو ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعلمنا جميعا، وربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ان شاء الله بقيام الليل. النهاردة هنتكلم في الفيديو عن قيام الليل. قيام الليل، صلاة قيام الليل وحلاوة قيام الليل، واللي ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنه يكون من قيام الليل. اللي يصلي والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى والناس نيام يدخلوا الجنة بسلام. ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويجعلنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قيام الليل ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. قيام الليل ده ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنا. اللي يصلي قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. يعني سبحان الله، الواحد لما يبقى نايم كده ويقوم كده ويتعذبن من الشيطان ده بيبقى يعني سبحان الله يتغلب على الإنسان علشان يخليه ينام، ما يخليهش يقوم. لكن لما الواحد يقوم كده ويتغلب كده على ويتعذبن من الشيطان ويدوس كده على نفسه ويقوم وهو نايم ويصلي ركعتين من قيام الليل، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما عليها كلها. ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، صلى الله عليه وسلم. قيام الليل ده يبدأ من بعد أذان العشاء. قيام الليل عامل زي ايه بقى؟ زي درجات السلم. شوف السلم من أول تحت كده، تطلعه من أول تحت لحد فوق. زي ازاي بقى؟ يعني من بعد العشاء قيام الليل يبدأ، بس درجات بقى. كل يعني الأجر بتاعه، أجر قيام الليل، كل ما تبدأ في الليل وهو متأخر تاخد الأجر أكتر. يعني سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من مستغفر أغفر له، هل من عايز حاجة اديله، هل من تائب أتوب عليه. يعني سبحان الله، بيبقى في الثلث الأخير من الليل. ربنا سبحانه وتعالى بينزل سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فكل ما الصلاة تبقى متأخرة قبل الفجر مثلا بحوالي نص ساعة، كل ما الإنسان ياخد الأجر زيادة وياخد الأجر مضاعف، وربنا سبحانه وتعالى بيبقى قريب منا. فاحنا سبحان الله يعني نواظب على صلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل دي على فكرة يا جماعة بتنور البصر، بتكتر الرزق. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا يا رب بقيام الليل دايما دايما. ما ننساش قيام الليل، صلاة قيام الليل. سبحان الله، يعني نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز حاجة يصلي ركعتين من الليل، يصلي ركعتين في جوف الليل ويدعي ربنا ويقول: يا رب، ربنا سبحانه وتعالى والله قريب قريب قريب. إذا ناداني عبدي سبحان الله، يعني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني ربنا سبحانه وتعالى والله حنون، ربنا رؤوف، ربنا قادر على كل شيء. صلاة الليل دي بتنور البصر. صلاة الليل دي سبحان الله بتنور الوجه. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والله والله لو واظبت على قيام الليل وطلبت أي حاجة من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هيحطيها. الله سبحانه وتعالى هيديكي والله يا أختي، هيديك يا أخي، هيديك يا أبي، هيديك يا أمي. والله قيام الليل ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. بينور الوجه، بينور البصر، بيكتر الرزق. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فاحنا نصلي قيام الليل، نواظب على صلاة قيام الليل. الدنيا فاضة والله، فاضة بما عليها. الإنسان بينام مش بيقوم. فاحنا اعمل لآخرتك لعلك تعيش، لعلك تموت.
واعمل لدنيتك لعلك تعيش، يعني سبحان الله. فاحنا نقرب من ربنا، نعمل لآخرتنا عشان نروح نلاقي الصندوق بتاعنا عمران. القبر الذي ينادي عليك يا ابن آدم كل لحظة وكل ثانية وأنت في سهو ونسيان. القبر والله بينده على كل بني آدم فينا، بينده عليه كل يوم 5 ندهات، بس احنا في سهو ونسيان. القبر بيقول للواحد كده، بيقول له يا ابن آدم اليوم تمشي على ظهري وغدا تركض في بطني، يا ابن آدم اليوم تفرح على ظهري وغدا تحزن في بطني، يا ابن آدم أنا بيت الوحدة، أنا بيت الدود. القبر بينادي علينا يا جماعة، بس احنا والله بغفلة، في غفلة. الدنيا لهيانة، الدنيا دي لهيانة. فاحنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، نصلي لله سبحانه وتعالى، نحمد الله على كل حال، نحمد الله على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى من حمدتم زدتم. الواحد ما يقولش ما معيش ما معيش ما معيش، لا، لازم الواحد يحمد ربنا على كل حاجة، ونحمد ربنا على السراء وعلى الضراء. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا كلنا بقيام الليل وبحلاوة صلاة قيام الليل. ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا ويجعلنا من المقبولين، آمين يا رب العالمين. كده إن شاء الله تنزلوا في التعليقات كده تعطروها وتطهروها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة حلوة منكم، كومنت حلو جميل منكم كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.